إلى تفاصيل الظاهرة أهلا بكم. الخط الجوي باريس الصويرة معلق منذ فاتح شتنبر بقرار صدر عن الخطوط الجوية الملكية المغربية في تبريرها الخط الجوي بدون مردودية، لكن تبعات التعليق قد تكون مكلفة بإجماع مختلف الفاعلين السياحيين في مدينة تعتبر من بين الأقطاب السياحية المهمة في بلادنا. حققت زائد 18% في معدل الوافدين السنة الماضية. حسين أزيك ومروان كبسة، والتحرير لسعيدة بن عائشة. بحلول منتصف شتنبر الجاري كانت هذه آخر طائرة تحط بمطار الصويرة موغادور قادمة من باريس، وذلك بعد قرار شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إلغاء الخط الرابط بين العاصمة الأنوار وموغادور. فالخطوط الملكية المغربية واحتراما وتنفيذا للعقد البرنامج الموقع مع الدولة في شتنبر 2011 تحترم وتنفذ مقتضيات هذا العقد الذي يؤكد على ضرورة إغلاق أي خط جوي يشكل عجزا ماليا كبيرا، والحالة أن الخط ديال الصويرة يشكل عجزا كبيرا، ومع مجيء كما قلت مجيء شركة منافسة أخرى. القرار المباغت للصويريين بكل أطيافهم عجل بعقد اجتماع بمقر عمالة الإقليم السبت الماضي حضره كل مهني القطاع السياحي. قمنا بدراسة آفاق الوجهات الجديدة، وتم وضع خطة بديلة لإعطاء دفعة قوية لخط الصويرة وإغنائه بخطوط جديدة بين باريس والصويرة من طرف شركة بديلة. وهناك أيضا خطين بين لندن والصويرة سيتم إطلاقهما شهر أبريل من العام المقبل، إضافة إلى 4 خطوط جوية بين الدار البيضاء والصويرة أسبوعيا. طبعا هذا المشروع قيد الدراسة حاليا. المنعشون السياحيون للمدينة عبروا عن استيائهم وتخوفاتهم من تراجع نشاطهم السياحي والتأثير سلبا على أوضاعهم الاقتصادية. اللي كنعرفوا بأن الصويرة المورد الوحيد ديالها هو السياحة، وإلا تقطع هذا الخط كنا كنتمناو زعما يكونوا خطوط أخرى أكثر باش يكونوا السياح أكثر، ولكن للأسف تقطع هذا الخط. يا ريت نشوفوا الناس يحاولوا يردوا لنا هذا الخط هذا ويزيدوا لنا خطوط أخرى. اليوم لا يتعلق الأمر بمسألة اقتصادية، وإنما هي اجتماعية محضة. فالمؤسسات السياحية ستجد نفسها في وضعية تحتم عليها تسريح بعض المستخدمين إلى حين تكتمل الصورة البديلة لشركة الخطوط الجوية الملكية في تعاطيها مع الخطوط الرابطة للصويرة ووجهات أخرى. المكتب الوطني المغربي للسياحة يقترح تسويق المنتوج السياحي الصويري في محطات جديدة كإسبانيا، ألمانيا وإيطاليا، وتشجيع السياحة الداخلية.